من المنصورة لفت نظري شاب صغير بيصور بالكاميرا وعنده موهبة، واحنا حابين النهاردة نخرج الموهبة. ومعاه شاب برضه بتصور، الاتنين بيصوروا فين؟ في جزيرة الورد في المنصورة. عرفنا بنفسك. فارس حمد خير عبد الله الزناسي. في سنة ايه؟ داخل كمان. وانت اسمك؟ أنا خير محمد خير عبد الله الزناسي داخل 6. داخل 6؟ يعني سنك صغير لسه. انتوا جالكم منين هواية التصوير الفوتوغرافي، وازاي حابين ان انتوا تصوروا ويبقى لكم دور في المجتمع، جنب انك طالب حابب برضو يبقى لك دور في المجتمع؟ احنا في الأجازة بنشتغل، يعني جينا في الأجازة وكان عم عنده كاميرا فقلنا نشتغل عليها ونتعلم برضه، وانا الهواية خدناها كهواية وخدناها حاليا. وبتتعامل مع الناس ازاي وهم بيصوروا؟ دي فورية بتنزل الصورة على طول ولا بتروح بنزل ساعات على طول وساعات يعني بتدوله رقم تليفونك وبعد كده هو بيتواصل بيك ويجي ياخد الصور بتاعتك؟ برضه بنديها له وهو واقف، هو يعني مش متأخر. يعني هي فورية وبرضو ايه طب انت حبيت المهنة؟ حسيت فعلا وانت بتخطف اللقطة والواحد قاعد مبسوط في حالة حلوة، بتحس فعلا ان اللقطة ديت بتفضل عايشة مع البني ادم العمر كله وبتسيب له ذكرى، ولا بتحسب ولا اللقطة ايه؟ بتبقى ذكرى طبعا، احنا بنصور الصورة والوقت دي يعني زي ممكن واحد يمتحن حاجة، يعني لو نجح أو كده يعني انت بتصوره في فرحه، وفي الكاميرا حاجات بتبقى خفية الناس ساعات ما بتشوفهاش. انت بتصور بحب، وبتبقى الصورة بتطلع ليك بنظرة وبتطلع له بنظرة تانية. تعرف تقول لي ايه عن فن التصوير؟ قبل ما اصور الصورة بالكاميرا بصورها بعيني، عشان انا اللي شايف المكان. ما ده اللي انا عايزه اقوله، ان اللي بيصور بيبقى له رؤية، واللي بياخد الصورة له رؤية تانية. انا كمصور، انا قبل ما اصور في المكان انا اصلا ببقى واخد الصورة بعيني قبل ما اصوره بالكاميرا، يعني انا ببقى عارف الصورة اللي هتطلع حلوة، انا اللي اقدر اطلعها كويسة وانا اللي اقدر اطلعها وحشة. انت في سنة ايه؟ انا عندي 20 سنة، انا في كلية. في كلية ايه؟ واحترفت مهنة التصوير، لأن كل ما بتتعمق في التصوير كل ما بتديله أكتر، والكاميرا بتبقى إيه؟ في حب وتقلب بقى بينك وبينها خلاص. تقول إيه النهاردة وأنت شاب صغير وحاسس فعلا أما بتصور حد وبتديله الصورة بيبقى مبسوط، أو إن أنت بتقبض منه الفلوس، إن أنت فعلا عملت ثمرة، لأن أنت بتشتغل وبتسعد اللي قدامك، وفي نفس الوقت كمان بتنتج وتبقى يعني أنت في الوقت عضو ناتج في المجتمع. تقول إيه للناس اللي هي ما عندهاش إنتاج خالص وقاعدة على التوك توك أو على قنوات اليوتيوب والحاجات دي، ومفيش في دماغها هدف غير إن هو إيه، بيمتع نفسه وخلاص؟ تقول إيه وأنت شاب كده ربنا يبارك فيك؟ يحاول ان هو ينزل يشوف شغل، يجرب، يسافر، يعني يجرب اي حاجه، حتى لو ما نفعش يجرب حاجه ثانيه. انت هدفك ايه في المستقبل؟ يعني انا اطلع حاجه كبيره. ربنا يوفقك، ودايما حلمك يكبر، الحلم الصغير بيكبر، والانسان ما دام عنده هدف بيحقق حلم. تقول ايه النهارده وانت في جزيره الورد وحواليك ناس كتير وكل واحد جاي من كل مكان؟ يا اصل لازم تيجي تتفسح عادي، فاحنا ماشي. كان معانا النهارده شاب